انا ما محتاجاش راجل، انا عندي فلوسي، عندي داري، عندي طوموبيلتي، عندي ما عندي ما ندير بالراجل. هاد الجمله هادي كيقولوها بعض النساء اللي عندهم ديك لا مونطاليتي ديال انها هي انديبوندونت، ما عندها ما تدير بالراجل. هاد الفكره هادي كوني اكيده انها فكره غلطه وما خصكيش تفكري هكا نهائيا. حتى الرجال اللي كيقولك انا ما عندي ما ندير بالمراه، اللهم نبقى سولو، كنسمعوا هاد الكلمه بزاف د المرات. في هاد الفيديو غادي نقول لكم علاش حنايا محتاجين راجل، علاش محتاجه المراه راجل في حياتها. مزيان تكوني انديبوندونت، مستقله ماديا، عندك فلوسك، عندك خدمتك، صالير ديالك، البيزنس ديالك، عندك شي حاجه هكا في حياتك. واخا يكون الراجل بخير وعلى خير، اموره تمام، ولكن مزيان حتى انت يكون عندك شي حاجه ديالك باش ديري بها داكشي اللي بغيتيه انتي. هادشي كله مزيان، ولكن هادشي ما كيخليش لك الحق انك تقولي مادام انا عندي فانا ما محتاجاش الراجل. الراجل كنحتاجوه الجانب الفيزيولوجي، الجانب الجسدي ديالك، الفيزيولوجي ديالك كتحتاجي راجل. الجانب النفسي، المراه محتاجه راجلها، الراجل من الجانب النفسي وكذلك من الجانب الديني. يعني واخا تكوني كيف ما بغيتي تكوني فانت محتاجه راجل، والراجل كذلك واخا تكون كيف ما بغيتي تكون فانت محتاج انه تكون معاك مراه، الزوجه ديالك، ماشي صاحبتك، الزوجه ديالك. وكذلك انت ماشي صاحبك، الزوج ديالك. ملي كنقول حتى من الجانب الديني يعني كندخل فيها انه راه خصو يكون راجلك الحلال ديالك، يعني مزوجه به. كاينين بزاف ديال النساء اللي كتقول لك مثلا تقدر تسمع غير هذا الفيديو تقول ايوا مزيانه من حنا محتاجين رجال وهذا، اذا بلا ما نخدموا، بلا ما نكمل قرايتي، حيت الا بغيت نكمل قرايتي على قبل باش نخدم هذا اذا صافي غير نجلس. لا، كملي قرايتك وخدمي واستقلي ماديا، تكون عندك فلوسك، تكوني مستقله. علاش؟ لانه ممكن يوقع موت ديال هذا الراجل، ممكن يوقع طلاق، ممكن يوقع فراق، ممكن يوقعوا مشاكل، ممكن يوقعوا ازمات، ويكون هذا السيد هذا يقدر يخوي بيك، يقدر يبعد منك، يقدر يدير شي حاجه اللي تحسي براسك انك نتيا ما عندكش مورد الرزق ديالك. في هذه الحاله هذه واخا تكونوا كتحماقوا على بعضياتكم راه الاقدار كتصرف. لذلك في هذه الحالات هذو كتكوني بعدا انت عندك واحد الاستقلال مالي، ما غاديش تصبحي من الغد ليه جالسه كتطلبي في الزنقه، تكوني بعدا عندك شي حاجه. مفهوم؟ يعني ضروري ما تديري شي حاجه في حياتك، تحركي، ما توقفيش العجله، ما توقفيش الحركه. راه كتشوفوا بزاف ديال الناس كتكون في شكل، الغد ليه كتصبح في شكل اخر، واخا تكون امورها مقاده وهذا حتى كينزل عليها القدر. لذلك مزيان تكوني مستقله ماديا، وما تقوليش انه تبقاي مثلا تحشي فيه الهضره ولا شي حاجه. عيشي عادي، عيشي عادي، انت حبيب ديالي، راجلي، كنموت عليك، تنسطع عليك، انت بات ولادي وهذا، ولكن انا نكون مستقله ماديا. الا كاينين بعض الرجال اللي مسمومين واللي ما كيبغيوش ان المراه تزيد القدام، كيبغيوها تبقى ديما تحت الصباط. هذا النوع هذا انا كنقول لهم انكم نتوما ما عطاوكمش، لانه ماشي بالضروره المراه تخرج على برا، ماشي بالضروره المراه تخرج على برا وتخدم على برا ودير، ممكن دير داكشي كله غير في الدار. وكيف ما كتشوفوا انه زمان راه العيالات كانوا غير في الدار، كتلقاها خياطه وكيجيو عندها العيالات وكتفصل ليهم وتخيط ليهم وتقاد ليهم وداكشي في دارها. ودابا كاين انترنت مثلا، دابا كاين انترنت اللي ممكن انه حتى هو تخدم به المراه. يعني كاين بزاف ما يتدار. المهم ما توقفيش العجله، ما ديريش العصا في الرويضه وتبقاي جالسه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك والبارطاج ولي كومونتير. السلام عليكم. جاتني واحد المكالمه خصني نقطع.